واحد الاجتماع وزاري دار في البدايه ديال هذا الشهر، وكان كيترأسو صاحب الجلاله. وفي هذا الاجتماع تذكروا معظم الاستعدادات اللي كاينه ديال كأس العالم 2030 اللي غيتنظم بالمغرب، البرتغال واسبانيا. وفي هذاك الاجتماع تم الاحداث ديال واحد اللجنه اللي غادي يكون فيها ممثلين ديال المجتمع المدني، مغاربه مقيمين بالخارج، وحتى كفاءات افريقيه، اللي الهدف ديالها هو يكون التنظيم ديال كأس العالم بالمغرب الافضل عالميا. والحوايج اللي غتركز عليها هاد اللجنه: تأهيل الملاعب، توسيع وتجديد جميع المطارات اللي غادي تكون في المدن اللي غادي تستضيف كأس العالم، واللي هما غيكونوا 6 ديال المدن، والتقويه ديال البنيه التحتيه الطرقيه، وغادي يكونوا برامج ديال التأهيل في جميع مناطق ديال التراب الوطني، وغادي يتم تحديد ديال البنيه التحتيه من الناحيه الفندقيه والتجاريه، وحتى من الناحيه ديال السبيطارات غيكونوا موجودين، تطوير وتحديد شبكات الاتصال، وبرامج خاصه بالكفاءات ديال الشباب. بزاف ديال الناس في المجتمع المدني وخاصه بعض الجمعيات بداو كيهضروا على ان المغرب غادي يخسر بزاف ديال الفلوس في التيرانات، وهذوك التيرانات ما غاديش يعاودوا يخدموا مورا كأس العالم، وغادي يوقع لنا بحال الشكل ديال البرازيل اللي خسرت بليونز اوف دولارز، ملايير ديال الدولارات، والتيرانات دابا غير مسدود. وهذا التخوف بدا كينتشر عند المعارضه: اي الفلوس كتخسر وكناخذوا كريديات باش كنديروا هذا الشيء. السؤال المطروح هو: واش كأس العالم مزيان للمغرب ولا لا؟ غادي نهضروا على الايجابيات وفي الاخر نجاوبوا على هذا السؤال، وغادي نضيفوا واحد المعلومه مزيانه: كيفاش المغاربه غادي يستافدوا من هذا كأس العالم، لان معظم المغاربه كيقول لك كأس العالم غيستافدوا منه الشركات، وحنا ما غادي نديو حتى شي ريال. غادي دي بزاف ديال الريالات بطريقه مباشره وطريقه غير مباشره. وإلا بغيتي تعرف هذا الشيء بقى معنا حتى الاخر، ما تنساش دير واحد لايك، واحد جيم، كومونتير زوين او خايب، خذ راحتك في الكومونتيرات، بارطاجي الفيديو الا عجبك، دير معك واحد لايك وسبسكرايب الا مازال ما درتيهاش. ونبداو. اهم الاشياء اللي غادي يستافد منها المغرب في كأس العالم ماشي هما الجمهور اللي غادي يجي او السياحه او الاسم ديال المغرب اللي غادي ينتشر بواحد الشكل كبير. هادشي كلشي اللي قلت راه ايجابي، ولكن ماشي هذا هو المهم. المهم هو ان كأس العالم غادي يخلق فرصه للمغرب انه يصاوب واحد البنيه تحتيه للمستثمرين في مجالات اخرى. وهادشي علاش كنشوفوا بعض البرامج اللي مهمه دخلها المغرب، منها الديجيتاليزاسيون اي الرقمنه. وكاين واحد البروغرام ديال ان بزاف ديال الاشياء غيكونوا في المغرب غيدوزوا الرقمنه بحلول 2030. علاش قالوا 2030 كأس العالم؟ اذا بطريقه غير مباشره غادي يستافدوا المغاربه بخدمات جيده ورقمنه، وحتى المستثمرين هاد النقطه مهمه لهم. واش كنقول المستثمرين كيكونوا في عده مجالات ما عندهاش علاقه بالرياضه. الحاجه الثانيه هو التنقل بالمغرب، لا من ناحيه ديال الشانطيات او محطات الطرقيه اللي شفتوا مؤخرا غادو كديفلوبا، او محطات القطار وحتى القطار السريع. هادشي مزيان باش الا جا الجمهور، ولكن فاش غيسالي كأس العالم شكون اللي غادي يستافد؟ غادي يستافدوا المغاربه والمستثمرين من جديد، لانها مهمه بالنسبه لهم. والمغرب لعبها ذكي، خاصه انه ركز على البنيه التحتيه، يستعمل كأس العالم كذريعه باش يصاوب واحد البنيه تحتيه جيده اللي غادي تكون مزيانه حتى للسياحه، خاصه من سمعتوا داكشي اللي قلت انه غادي يركز على الفنادق والتجاره، والفنادق تساوي السياحه، والمغرب كيحطم ارقام قياسيه من ناحيه ديال السياحه، وكل سنه كيكونوا ارقام افضل من السنوات الماضيه. ومع كأس العالم غادي نشوفوا ارقام خياليه. وهذا القطاع فيه بزاف ديال القطاعات كتستافد بطريقه غير مباشره، يا اما عن طريق التجاره، الفنادق، شركات مختصه في المجال ديال السياحه الى اخره. حوايج اخرين غادي يستافدوا منهم المغاربه هما المطارات اللي غيكونوا في المغرب. وإلا عقلتوا راه كانت واحد الاتفاقيه ما بين المغرب وبزاف ديال الشركات اجنبيه اللي غادي تقدم خدمات باثمنه منخفضه، لا داخل الوطن لا خارج الوطن. وبما ان المطارات كلهم غيكونوا مزيانين، الاثمنه غادي تنخفض، المغاربه غيقدروا يشوفوا بزاف ديال المناطق في المغرب، او يقدروا يسافروا حتى لبرا. وهذوك المطارات من غادي يسير كأس العالم شكون اللي غادي يستافد؟ هما المغاربه المقيمين بالمغرب والخارج بجوج. والاستثمار عاوتاني غادي يستافد، لانه ضروري يشوف مطارات جيده والتنقل حتى هو جيد. هادشي بلا ما نهضروا على الاستثمارات الكبرى اللي غادي فيها المغرب وما عندهاش علاقه مباشره بكأس العالم، واللي عندها علاقه بالطاقه المتجدده والموانئ اللي كاين في المغرب اللي غتكون في الداخله وفي مدن اخرى، وحتى الانفتاح على جنوب من الناحيه الاقتصاديه. وغادي يتلاقى مع هاد المؤهلات اللي غادي تجي مع كأس العالم. المحللين الاقتصاديين في المغرب كيعرفوا بان كأس العالم هو وقيته جيده لبناء اقتصاد جيد
وبنيه تحتيه جيده للاستثمار المستقبلي. اذا الفيلم كامل ديال البنيه التحتيه راه ما غنكونوش مركزين فقط غير على التيران يخدم او ما يخدمش مورا كاس العالم لا يهم، ولكن الاستفاده اللي غادي ناخذ من المطارات ومن التنقل ومن الديجيتاليزاسيون والاستثمارات الكبرى اللي غادي تجي، وحتى الشركات المغربيه اللي كتستافد حاليا اللي كاينه في البورصه وخارج البورصه، والمستثمرين الصغار المغاربه اللي كيشريو الاسهم في البورصه ديال الدار البيضاء راه استافدوا مؤخرا بارقام قياسيه، خاصه في الشركات ديال البناء لانها خدات دي بروجي كبار مع كاس العالم والبنيه التحتيه، منهم تي جي سي سي جيت كونتراكتور، شركات اخرى في نفس المجال. اذا غيكون واحد الانتعاش اقتصادي قبل من كاس العالم وحتى من بعد كاس العالم. السؤال المطروح اللي غادي يذكروه بزاف ديال الناس، هادشي كامل زوين، ولكن كيفاش المغاربه يقدروا يستافدوا؟ كاين بزاف ديال الطرق ديال المغاربه كيفاش يستافدوا. اللي عنده الفلوس راه يقدر يدير استثمارات في شركات اللي غادي تمشي في هذا المجال، يا اما ديال الرقمنه والسياحه او الخدمات جميع انواعها قبل من كاس العالم. كاين اشخاص اخرين مشاو دازوا للعقار لانه بدا كيطلع بواحد الشكل كبير، خاصه في المدن اللي غادي يكون فيها كاس العالم. بديت كنسمع شي ارقام خياليه في بن سليمان، والناس اللي ساكنين في هذيك المنطقه يكتبوا لي كومونتير واش الاثمنه ارتفعت بشكل كبير. دابا هادو هضرنا على اصحاب الشكاره، شباب سيدي ما عندهمش فلوس، شنو يديروا؟ الا كانوا اذكياء اقتصاديا خاصهم يستغلوا هاد الوقيته عن طريق يمشيو يقراو مجالات اللي غادي تستافد منهم الدوله. والبعض راه بدا كيقرا المجال ديال التكنولوجيا وبداو كيخدموا على دي زابليكاسيون اللي غادي تقدر تدعمهم الدوله، لانها غادا في اتجاه ديال الديجيتاليزاسيون ديال 2030. وبعض المرات ما تحتاجش راس المال، تقدر تدفع الطلب ديالك، وإلا كان هاد لابليكاسيون غادي تفيد الدوله غادي يستثمروا فيك. او تقدر تقرا المجال ديال السياحه، وراكم شفتوا الارقام غادو كترتفع في المجال ديال السياحه. او تقدر تركز على الايكوم قبل من كاس العالم وحتى من بعد كاس العالم. وكلما كتكون الديجيتاليزاسيون في المغرب كلما المغاربه غادي يستعملوا الهواتف ديالهم للشراء بواحد الشكل كبير. وراه الوزير كما سمعتوا قال لك كل سنه كرتفعوا ب 20% من الناحيه ديال المبيعات اللي كاينه في الانترنت بالنسبه للمغاربه. اذا المغرب بدا كينفتح على الانترنت بواحد الشكل كبير. بالنسبه للشباب خاصكم تكونوا اذكياء وما تكونش عندكم ديك العقليه القديمه ديال الوالدين ديالنا في الثمانينات والسبعينات اللي كانوا كيتسناو الهمزه تجي عندهم حتى للدار، يدق عليك ويعطيك خدمني مع الدوله ولا ديروا لي شي حاجه. مشاو هاد الافكار ديال 2024 25 هو تقلب على الهمزه وتدخل ليها. والمغرب دابا كيعطيك همزه، والدور ديال الدوله هو بنيه تحتيه وخلق فرص للاستثمار، وهذا الشيء اللي كدير الدوله حاليا. اذا الخطوه الثانيه كتبقى عليك انت اللي خاصك تنوض تقرا. اما اشخاص اخرين ديجا عندهم فلوس وما باغينش يستافدوا بطريقه مباشره اي استثمارات او ما باغينش يقراو، غادي يقدروا يستافدوا بطريقه غير مباشره من جميع الخدمات اللي غادي توفر في المغرب عن طريق البنيه التحتيه حتى من ناحيه ديال التنقل. وهذا السؤال هذا موجه للناس اللي كبار شي شويه في العمر، اللي عاشوا في الثمانينات وكانوا دي جون في التسعينات. واش المغرب من ناحيه ديال البنيه التحتيه من ناحيه ديال التنقل والمدن الكبرى واش هو ديال شحال هذه؟ كتبوا لي في الكومونتير واش كاين تغيير كبير وكتمتعوا بهذه البنيه التحتيه. انا شخصيا راه قلتها لكم في ذاك الفيديو اللي داز ونعاودها دابا، من مشيت لبلدان بحال تونس مصر وبعض البلدان قراب لينا كنشوف بنيه تحتيه ديال الثمانينات السبعينات مقارنه مع المغرب. اي كنهضروا على المغرب ديال السبعينات، دابا كاين في هذوك الدول من ناحيه ديال البنيه التحتيه. وتقدروا تسولوا اي مصري تونسي وجزائري جا للمغرب غادي يقول لك هذه امريكا ديال افريقيا. وغتجيكم الضحكه وتقول هذا اش كيقول، ولكن هذه هي الهضره اللي كتقال. وعندي اصدقاء اللي جاوا وقالوا هذه الهضره هذه. تقدروا تدخلوا للويب وتسمعوا بودنيكم بزاف ديال الفيديوهات في يوتيوب على توانسه وجزائريين ومصريين اللي جاوا المغرب شافوا بنيه تحتيه جيده. بعض منكم يقول لك واخا الزواق وما كاين والو، الناس ميته بالجوع مكرفسه الى اخره. نعاود نقول لكم الدوله كتعطي فرص ديال الاستثمار بنيه تحتيه، انت اللي خاصك تقرا على راسك تقدر دير فلوس اكثر.